اسمي محمد طالب القليزي، اسم الحركي زعيم حسكة، من منطقة تل بيدر، مواليد 98. درست بالابتدائية 2005. كان 2005 درست ل 2011 تقريبا بالابتدائية. انتقلنا على الثانوية، ما كان في مشاكل بالابتدائية أبدا. كانت المدرسة صغيرة وكانوا أهل القرية فيها بس. فانتقلنا على الثانوية، كانت بالصف السابع. فكان هناك كان يصير مشاكل بالنسبة للتصرفات، بالنسبة للمعاملة، بالنسبة للقومية. لين 2012 2013 تركت المدرسة لأسباب المعيشة. فطلعت برات البلد عفوا. اشتغلت بالباطون، كنت اشتغل بالباطون حتى أعيش أهلي وأعيش نفسي واحد. فظليت في برات البلد ل 2016 تقريبا. كانوا يتواصلوا معي الشباب إنه صارت هيك حركة، صار في هيك، صار الوضع هيك، صارت قوات سوريا الديمقراطية دخلت هنا. كان يحكي لي عنه أول بأول، شو تصرفاته، شو هدفها، شو مستقبله، شو طلبها، شو عم بتطالب. فأنا رجعت من برات البلد 2016، نزلت على سوريا. كانت مدرستنا يعني كان فيها مشاكل بالنسبة للنظام السوري. كانوا يعني بالنسبة لنا شعب الجزيرة كان في رفاق معنا شباب عفوا أكراد، ما كانوا يخلون يقعدوا مع بعض، ما يخلون يحكوا مع بعض. كل شيء قرفة يحطوا فيها واحد كردي. كانوا في شباب أكراد كثير ما يخلون مع بعضهم دائما، يحطون حتى ما يحكوا مع بعض باللسان الكردي أو باللغة الكردية عفوا. ما كانوا يقبلوا هذا الشيء أبدا. فكانوا قاسيين معنا، وكانوا يعني كنا نشوف السلطة بعيوننا علينا، يعني ونحن طلاب يعني تلاميذ مدرسة. كنا نعرف سلطتهم قاسية، وكانوا قاسيين معنا ومع الكرادة بالمدرسة. فكانوا ما يقبلوا انه نحكي، حتى الكرادة انه يتعاطوا معنا او ما يتعاطوا معنا، يخلون لوحدهم هن، وما يخلون حتى وقت يشوفوا يحكوا مع بعض بالكردي. كانوا يضربون يعذبون. كحرية، بدنا حرية، نحن بدنا فكر ان بدنا نمشي احرار، يعني ما ظل تحت سيطرة هذا الظلم اللي كنا فيه والعنف اللي كنا فيه. فكان يحكي لي صديقي عن هذا الشيء، انه ما في هذا من الشيء تعناه كي ايام المدرسه. زلمه صديقي بالمدرسه ما قال في مثل المدرسه، قال انت انسان حر، لا تسلط عليك ولا راسماليه ولا اي شيء خاص. انت انسان حر، تعبر عن رايك، كمل مسير عبد الله وجلان مثل ما قال. يعني فكر عبد الله وجلان كان يحكي لي عن فكر عبد الله وجلان الحر. فبعض عالم يسالوني، يقول لي معقوله انت تقيم نفسك مشان الراتب، تروح معهم مشان الراتب؟ فهذه كانت معلومه غلط، انه انا ما اقيم نفسي يعني افقد عيني او افقد ايدي او افقد رجلي مشان هذا المبلغ المالي. كنا نشتري حريتنا مشترى، كان ثمنها غالي كثير هاي الشغله. فانضميت بال 2016 وتعرفت على رفاق عرب واكراد كافه المكونات. ما كان في هذا التفرقه مثل ايام المدرسه، ما كان في العنصريه ايام المدرسه، ما كان في سلطه مثل ايام المدرسه. اخي كان بالجيش كان يحكي لي عسكري عندنا نظام اكبر مني هو، يقول نحن حتى صلاة بالجيش ما نقدر نصلي، يمنعونا من هذا الصلاة، يمنعونا من الصوم. يعني وقت فت بين الرفاق انا ب 2016 بداية 2016 ايقنت وعرفت ان راح نكمل مسير القائد عبد الله وجلان، وراح نبدا على هذا المشروع، نكمل مسير شهدائنا. ما كان في اقلاط، كان اللي يقلط يتحاسب، ما انه مثل غير شيء، يعني مثل ايام المدرسة وقت كانوا يعذبونا وكانوا يقصوا علينا بالكلام. يعني بما اننا اطفال يعني كنا نستوعب كلامهم ووجهة نظرهم إنه يعني حتى اسم حافظ أسد كان موجود بكتب الديانة وكتب التاريخ وكتب. ما هذا الشيء. كان طابور الشهيد أحمد القليزي واحد من قرايب استشهد، وسمينا الطابور، شكلنا طابور على هذا اسم الشهيد وكملنا. فتنا بالوردة بال 2016 نحن والرفاق، كانوا تعدادنا شيء 35 رفيق تقريبا. كنا نقعد مثل قاعدة أخوة هيك، يعني ما في عندنا كقائد وكعسكري، ما كان هذا الشيء، ما كان مرفوض عندنا. كنا يعني ما في عساكر وقائد، كنا عساكر يعني نتعاون بكل شيء، نتعاون بالأكل، نتعاون بالحرس، نتعاون من قائدنا للعساكر العاديين. يعني كانت في روح رفاقية، اجوا رفاق اعطونا دروس المرأة، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، الروح الرفاقية، النقد والنقد الذاتي، التسلط، الرأسمالية، كل هذا الشيء أخذناه عن طريق البروردة. كفينا هذه البروردة كانت مدتها 45 يوم.
كانت المرأة نص المجتمع، يعني بالوردة أخذناها كانت المرأة نص المجتمع، وكانت لا فرق بين المرأة والرجل، يعني ما كان في تفرقة أبدا، يعني المرأة نص المجتمع مثل ما، وكانت لها دور كبير يعني وإلها دور كبير بالحياة، يعني تعبر عن رأيها. كمان إنسان حرة المرأة، لازم تعبر عن رأيها، مو بس الرجل أو الشاب يعبر عن رأيه، المرأة لازم كمان تعبر عن رأيها، وأخذنا هذا الشيء طبعا. القائد أخذنا احنا القائد إنه تآمرت عليه الدول 15 شباط، كانت هذه مؤامرة الدول كانت على القائد. فالقائد لو ما إنسان مهم ما تتآمر عليه هذه الدول، ما راح تتآمر عليه أمريكا وتركيا وسوريا وغيره وغيره. هذا دليل إنه إنسان حر القائد. وأخذنا إنه كان القائد يحكي إنه كل لغة إنسان ثاني، وكان يقول له مقولات إنه الحديقة إن كانت كل وردة من لون أحسن ما تكون من لون واحد، وهذا بمعنى في تفسير الرفاق إننا لازم نكون مشتركين، أكراد وعرب وسريان وآشور وأرمن، لا تفرقة بيناتنا. وما كانت هاي التفرقة كقومية بيناتنا، كان احنا كرفاق عرب وأكراد وسريان ما كان في عندنا التفرقة هذه. فهذه بالوردة مثل ما قلت لكم كان عددها 35 رفيق، مكون ما بين أكراد وعرب وسريان، ما كان في كقائد وكعسكري ما كان في عندنا هذه الأشياء. أخذنا دروس سياسية وفكرية وجيولوجيا، أخذنا تدريبات عسكرية، فهمنا إنه إحنا لازم، بمعنى ما ألنا صديق، الكل أعدانا، ما ألنا صديق وما نؤمن بأحد يسيطر على منطقنا، فإحنا كنا جاهزين له، لا على التعيين. كانت مدة الدورة 45 يوم، كانت دورة مبتدئية لأن كان بداية تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، كان العدد نقص شوي قليل، فكنا هدفنا الوحيد تعليمنا على السلاح، إنه كيف نتعامل مع العدو، كيف داير أمورنا، كيف إذا استشهد عندنا رفيق أو انصاب عندنا رفيق كيف نتعامل معه، كيف الروح الرفاقية أهم شيء كانت بيناتنا. بدأنا حملة هجين 2018 دير الزور، كان تعدادنا قوة عظيمة، كانت وما يقارب 800-900 رفيق ما بين الرفاق اليبكة، وكان في رفاق يبجة كانوا بالخط الخلفي أمام الخلفي، ونحن كنا بالخط الأمامي. فتمينا 12-13 يوم بهجين بال 2018 الشهر العاشر، تمينا 12-13 يوم، وكان الأوضاع هادية ما كان في شيء، كنا مثبتين نقاطنا والدواعش كانوا بنقاطهم، ما كان في تقدم لا منا ولا منه. فجأة صار علينا هجوم الفجر من قبل داعش، كان تعدادنا من نقطة 7، كانت أول نقطة من عند العدو كانت نقطة 2، فهجموا علينا الفجر الدواعش، كانت أول حملة إلي هذه، فصار التباك، صارت رعبة. أول حملة بحضرها ما بقى، قلت هلا الرفاق يهربوا يخلوني. فوقت صارت المعركة وبدأت المعركة كنا كجسم واحد وكإيد واحدة وكسلاح واحد، فقاومنا 3 أيام ظلينا مقاومين. كان الرفاق يبعثونا دعم، يبعثونا لوجستيك، يبعثونا ذخيرة، كانت تحالف يضربوا بالطيران، بس كان الجو أمطار ما أمطار، كان شوية تقصير من التحالف بسبب الأجواء. فقوتنا وإرادتنا هي اللي حررت هجين. الطيران كان قليل مساعدة له بسبب الأجواء بسبب الجو، فإرادتنا وقوتنا هي اللي حررت هجين حتى حررنا منطقة هجين.
ظلينا فترة بالحسكة، رجعنا حملة الباقوس، شاركنا بحملة الباقوس، ظلينا بحملة الباقوس فترة حتى حررنا مخيم الباقوس. كانت إرادة قوية وكانت انتصارات عظيمة خاصة للشعب شمال شرق سوريا، كانت انتصارات عظيمة وكانت روح رفاقية بمعنى الكلمة، ما كان في تفرقة ولا كان في تسلط مثل أيام. كان يعني الأوضاع كانت ممتازة بمعنى الكلمة ممتازة. كانوا كوادر معنا، كانوا يبجة معنا. لهذا الشيخ حررنا بلطقة الباقوس ورجعنا، صارت مشاكل تركية، مرتزقة تركية على مناطقنا شمال شرق سوريا، فكانوا يرعبونا بالضرب بداية على سيركانية راس العين وعلى تل أبيض. بهالفترة هاي من بعد تحرير الباقوس أنا قعدت شي شهر بالبيت، قعدت مدني. اجى لعندي صديقي أول ضربة راس العين، حكالي قال لازم تتطوع أنت ولازم تروح، وأنت قاتلت معنا وتعبت معنا فلازم تروح معنا، لأن راح يوصلوا لعندنا أول بأول. إذا ما كنا يد واحدة ما كنا مع بعضنا، راح يوصلوا لعندنا وراح ياخذوا منطقتك ومنطقتي ومنطقته، اللي راح يوصلوا للبدهم يعني للمراد اللي بدهم. فرحت أنا لعنده، جينا نولع الحسكة، اجتمعنا مع الرفاق هون، حكوا لنا الرفاق إنه جاهزين ما نكون جاهزين، فكنا نحن جاهزين على هيئة الاستعداد. حملنا حالنا وطلعنا على تل تمر. ضلينا بتل تمر 3 أيام في قرية شمال تل تمر اسمها قرية الريحانية، كان مرتزقة تركيا واصلين تل تمر، قرى تل تمر. فنحن وصلنا على قرية الريحانية، ضلينا معهم 3 أيام 4 أيام مشتبكين معهم قرية الريحانية. ضحكوا علينا قالوا انسحبوا، هاي القرية انباعت وباعوها رفاقكم ما بعرف ايش، وبدهم يبيعوهم كلها وراح انتم تستشهدوا وراح تموتوا. فاحنا كنا راح نقاوم، بدنا نقاوم. فقاومنا، ظلينا 4 أيام مقاومين. كان يجينا دعم بس كان في خطورة للرفاق يجيبوا لنا الدعم، ورفضنا انه يوصلوا لنا دعم. كان دعم اكثر شيء كان ذخيرة، كان نحتاج ذخيرة. ضلينا هيك 4 أيام تحت الاشتباك مع التراك، مرتزقة تركية، وصلوا لعد أطراف القرية. فطلعت طيارة مسيرة ضربتنا، كنا 9 رفاق بالقرية، استشهدوا 7 ضلينا احنا 2. هاي المعركة اللي فقدت فيها عيني. اجانا دعم من الرفاق من جبهة تل تمر، أخذونا على المشفى، كان المشفى الميداني مشفى تل تمر. أخذونا على المشفى، ضمدوا جراحنا أنا والرفيق اللي معي، ونقلونا على المشفى الوطني بالحسك العزيزية. كان هاي مشفى الشهيد سالم مستهدف. أخذونا على المشفى الوطني، ظليت بالمشفى الوطني 15-20 يوم. فكان وضعي أنا سيء، وضع الصحي. أخذونا الرفاق على شمال العراق، على كردستان. ظليت يمكن شهر ونص شهرين شمال العراق أتلقى علاج. ورجعت من شمال العراق بعد شي شهر ونص بالليل. كنا تعبانين كل 3 أيام، كان علينا ضغط، وهذا الشيء ضرب وضغط من قبل المرتزقة تركيا. فجتنا فرصة قليلة ريحنا فيها شوي، رحنا أكلنا وإحنا عم ناكل ضربتنا طيارة مسيرة. أنا تشظى كامل جسمي، فات شظايا بعيوني، فات شظايا براسي، فات شظايا بجسمي، فات شظايا بعيوني، وهيك فقدت الوعي. أنا صحيت بتل تمر، مشفى تل تمر الميداني. بعرف حالي أعطيتني اسمي الثلاثي واسم قواتي وفت الغيبوبة. ظليت غيبوبة 15-20 يوم هون بالحسك، مشفى الشهيد، عفوا مشفى الوطني بالعزيزية. كان مشفى الشهيد ساري هون مستهدف. ظليت 15-20 يوم غيبوبة. فأخذوني الرفاق على شمال العراق، كردستان العراق. فمن هون كان وضعه الصحي صعب، والرفاق قالوا هون ما يمشي حاله، الرفيق بده يتعالج، يطلع برا يتعالج برا عباشور أو عشاب.
فكان طريق الشام مو زيادة في تنسيق بينه وبين حكومة دمشق، فأخذونا الرفاق بإسعافية على باشور. استقبلونا الرفاق بدار الجرحى بباشور، أخذوني على المشفى مباشر، كان مشفى خاص أخذوني لعنده. كان من هون كان في مضروبة ما كان يطلع صوت، كان في نفس من هون بس ما كان في صوت، كان في شظايا بالراس وبعيوني. كانوا يشرفون عندي 4 دكاترة، الرفاق جابوا لعندي 4 دكاترة، عصبية وعظمية وداخلية وعينية. فخيطوا لي هاي الفتحة لهون، صرت أحكي، صرت أسألهم عفوا عن وضعي، كيف وضعي، شو وضعي. صاروا يحكوا لي إنه وضعك أنت انصابت، كنت أفكر حالي بالبداية، كنت أفكر حالي مأسور أسور، لأن من الغيبوبة أنا طلعت على باشور. فشفت صور للقادة وصور للشهداء بباشور، حتى تأكدنا إنه نحن مأسورين، نحن عند الرفاق بس برات البلد، ما بعرف حالي وين، لأن كان صوتي ما يطلع. كان يحكوا للرفاق إنه نحن هون بباشور ونحن رفاق قوات سوريا الديمقراطية، عندنا مركز هون للعلاج، جايبينك هون للعلاج. فظليت شهر ونص، شهرين باشور. كذا دكتور رحت له، كذا مشفى رحت لعنده، أخذونا الرفاق. فقال ترجع بعد 6 شهور، وبالنسبة لوضع عينك طبيعي، راح ترجع تشوف فيها، ووضع جسمك ممتاز، ووضع صدرك ممتاز، وعينك راح ترجع تشوف فيها، بس بدك مراجعة بعد 6 شهور. رجعت لهون، ظليت شي 6 شهور، 6 ونص. صار شوي مشاكل على الطريق كردستان، تأخرت. أخذونا الرفاق على الشام، لأنه تسكر طريق العراق، أخذونا الرفاق على الشام، كان فاتح طريق الشام. عملت عملية ثانية لعيني بالشام، قال ترجع بعد 6 شهور ثاني. ضلينا بالشام يمكن 15 يوم، 10 أيام، 15 يوم. بال 2020 كانت رحت الشام أول راحة. فكانوا رفاقي ينقلونا بين الحكومة بوضع طبيعي، يعني ما كان في مشاكل أبدا، كان في تقدير إلنا كتير، يعني كانوا يساعدونا حتى الرفيق اللي ما كان يقدر يمشي، الرفاق كانوا يشيلوه بالطيارة، يحطوه بالطيارة وهنيك يستقبلوه بالطيارة هيك. كان تنقلنا طبيعي ضمن الشام، تحت تحت النظام السوري، يعني كان تحركنا جيد ممتاز مقبول. كان في لنا مشافي خاصة، كذا مشفى، كذا دكتور خاص نروح لعنده على العيادة، ياخذنا على المشفى اللي بدنا إياه. ما كان في مشاكل أبدا بالنسبة لموضوع الشام. رجعنا من الشام بعد 10 أيام أو 15 يوم. جيت لعند الرفاق هون، معي رابوري، قالوا كاتبين لك مراجعة بعد 6 شهور، إذا كان وضعك كويس نقدر على أكثر من 6 شهور نبعثك، بس إذا ما كان الوضع كويس أقل من 6 شهور راح نبعثك. فصار عندي ضيق بالتنفس. بعد 15 يوم الرفاق أخذوني، ما استنوا 6 أشهر أو 5 أشهر، بعد 15 يوم أخذوني. كان في إسعافية تستناني بالمطار مباشر، الرفاق أخذوني بإسعافية على المشفى، ما رحنا على المركز بيت الجرحى أو رحنا على شي مكان، مباشر من المطار كان في سيارة تستنانا إسعاف للرفاق، أخذوني من المطار على المشفى مباشر. عملت العملية بالليل، كان الدكتور موجود، الرفاق مجهزين الدكتور، مجهزين غرفة العمليات. يعني كان ينخنق التنفس عندي، ما كنت أحسن أتنفس. فجأة هيك صارت معي بالحسكة هون، أخذوني الرفاق مباشر بنفس اليوم. قلت لك إنه إسعافية كانت تستنانا بالشام، كان في تنسيق مع الرفاق هون بالشام. وبالنسبة لموضوع عيني، عملت لها أول عملية بباشور، كان فيها انفصال شبكية، حطوا فيها مادة سيليكون إنه هاي راح ترجع تشوف فيها، تلحم الشبكية على مركز الرؤية، راح ترجع تشوف فيها. ظلت 6 أشهر هون، أخذوني على الشام. فصار خربطة هون بين الدكاترة، الدكتور مو كله يشتغل نفس الشيء، فصار خربطة بين الدكتور والثاني. بدأ يشتغل من الأول هذا الدكتور تبع الشام، قال دكتور باشور مو مشتغلة كويس، فراح أرجع أشتغل لك إياها كويس أنا وما بعرف إيش. فاشتغل فيها الدكتور، طالع السيليكون من داخلها في مادة اسمها سيليكون، طلع مادة سيليكون منها وفقط حط سيليكون ثاني. قال كان عندك انفصال شبكية وانقطاع زجاجي ومنضرر عندك العدسة. زرعنا عدسة ثانية وعالجوا الانقطاع الزجاجي، بقت عندي مشكلة الشبكية.
عالجته 3 مرات بباشور، 3 مرات بالشام، لهالدقيقة ما وصلت على نتيجة. كان كل مرة سحب سيليكون ضغط سيليكون، يعني ما العين تعتبر إن فقدتها أنا من بداية المعركة، وقت الإصابة تعتبر فقدت العين. بس الرفاق مشان ما يحطموا معنوياتي كانوا ياخذوني يعالجوني هيك. ودائما يعني عم براجع الدكاترة هون على الحسكة، عم يعطوني قطرات لحتى تظل العين محافظة على حجمها وتظل محافظة على وجودها بالراس. وما يعني حتى من شهرين أنا جيت من الشام مشان موضوع عيني، وقالت ارجع بعد 6 أشهر. وحكوا لي الرفاق بالشام إنه إذا تحتاج طلعة برا على شي مكان، الرفاق راح ياخذوك شي برا على شي مكان برا. فالدكتور قال هون وبرا نفس الشيء، العين ما أكثر هيك ما نقدر نساوي شيء. القرية اللي ضربنا فيها ما أنا بعيد عن قريتنا، تبعد شي 10 كيلو تقريبا. فكانوا يسمعوا الاشتباكات، أصوات الاشتباكات والمدفعية والطيران. كانوا يدقوا علي، يظلوا يدقوا علي من الليل للساعة 12 الظهر، يعني شي 12 ساعة. كانوا يحاولوا يتصلوا معي، ما كان في تواصل، كان تليفوني مغلق وتليفوني صار مع أخذوه تركيا. وحكوا مع أهلي قالوا ابنكم هذا وعدنا، جيبوا مصاري وتأخذوه. فأهلي طلعوا من هون على المشفى لحتى يخبر، ما يعرفون لوين تابع. ما قلت لك 4 أيام 5 أيام كنت متطوع، ما بيعرفوا لوين تابع لمين تابع. راحوا على المشفى قالوا لهم القصة هيك، دقوا اسمي قالوا هذا بالمشفى، ابنكم بالمشفى مصاب ما انه مأسور ولا شيء. قالوا حكوا معنا الجيش الحر انه تليفونه عندهم، قالوا جيبوا مصاري وتاخذوه. فالرفاق بالمشفى قالوا لاخوتي، قالوا لا يا ريال لا تعملوا هذا التصرف ابدا، ابنكم موجود روحوا شوفوه بالحسكه. فاجوا اهلي على الحسكه حتى تاكدوا انه انا مصاب ماني مأسور. يمكن رد فعل كانوا عادية، يعني انا رحت من كيفي، لا رحت مجبور، لا حدا جبرني ولا حدا قال لي بدك تروح ولا اجوا اخذوني اجباري، انا من كيفي رحت. وبعد الإصابة تلقى العلاج، كنت أروح وأرجع البيت. لهذا الوقت أنا مع الرفاق ولا أزال مع الرفاق، لهذه اللحظة باقي مع الرفاق. أوضح شغلة اللي بده يشوف التصوير أو حدا بده يعرف هذا الشيء. الإنسان مو رايح مشان المصاري أو رايح مشان الراتب، يشتري فكرة زي ما يكون إنسان حر. أنا هلا وين ما بدي أروح ضمن روج عافا بروح، ما حد يقول لي وين تروح وين جاي ومين أنت وين رايح من أي منطقة. هذا بالنسبة للحياة العسكرية. والحياة المدنية كنا قبل الحياة العسكرية يعني مثل الأعمى، وهيك فجأة فتح وقت فتنا بالقوات العسكرية. ومقولتي الأخيرة سنقاوم، نحن ما دام أرواحنا في أجسادنا سنقاوم. فقدنا عيوننا، فقدنا رجلنا، فقدنا أيدينا، فقدنا أطراف، ما يمنع. طول ما بينا أرواحنا سنقاوم. ما قاومنا بسلاح نقاوم بفكرنا، ما قاومنا بفكرنا نقاوم بإرادتنا، ونكمل مسيرة عبد الله والجلال، مسيرة الشهداء. نفقد أولادنا، نفقد نسائنا، نفقد بيوتنا، ولكن ما نتخلى عن فكر عبد الله وجلال، ولا نتخلى عن نقطة دم واحدة من شهدائنا، ونقاوم ونقول كما قال عبد الله وجلال: لو امتلكنا قوة العالم لن نهاجم أحد، ولو هاجمنا العالم بالأجمع سندافع عن أنفسنا.